كسكسي بالحم العلوش بكل تواضع، افوح كسكسي في الدنيا التونسي واللي ذاقوا احصل. اول حاجه باش نقلي قرينات الفلفل بعد ما فوحتهم بالتابل وشويه ملح، وبعدين نهز شويه من الزيت. وباش تشوفوا في اخر فيديو علاش نقص البصل بالطريقه هذه ونحط اللحم ونفوح ملح وفلفل اكحل ونخليه لين البصل يذبل. وبالطبيعه ما ننساوش الحمص. بعدين باش نحط طماطم المعجون، كركب، فلفل احمر، ونخليهم يعملوا تقليه خفيفه. وبالنسبه لنا احنا نفوحوا بالتابل يعجبنا على الاخر، ونزيدوا ريقات رند وشويه ثوم ونمرق بشويه ماء. نخليهم يعملوا تقليه خفيفه 5 دقائق على نار متوسطه باش القروصيه الطماطم تتنحى واللحم يشرب الفحات البنينه. والماء تصبوه على دفعات ولازم يكون سخون، وفي الاخر نمرقوه بالباهي ونخليه يعمل غلوه باهيه. وبعدين نبثبث الكسكسي بشويه زيت زيتونه ونفوح بشويه ملح، كركب، فلفل اكحل، وبعدين نصب عليه الماء ونخليه 5 دقائق. وبالطريقه هذه الكسكسي يشرب هيك الماء الكل. وبعدين نحلو فاسيلمون وكل كعبه دي وحده ونحطه يتفور. وما ننساوش بالطبيعه باش نحطوا الخضره. انا حطيت السفناريه، القراع، الباذنجان، وفي اخر حاجه نحط قرين فلفل. وبالنسبه للزيت اللي خليته في اول فيديو نحطه كيف يطيب الكسكسي، وفيه بنه مش عاديه. وانتم شنو تطيبوا في ليله النص؟ كل ولايه شنو تبدع.